ايه رأيك في الخلفية بتاعت الفيديو دوت؟ زقزقة عصافير مع منظر طبيعي بداية الصبح بعد الفجر مباشرة، ونبدأ العمل بتاعنا ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي وأصدقائي في قناة أبو أشير. طبعا أنا بهنيكم بشهر رمضان. هتقول يا أبو أشير أنت جاي تهني بشهر رمضان بعد ما نصه قرب ينتهي؟ أقول لك أيوه، وأفكرك إن كل يوم بيمر عليك في رمضان هو خير. اعمل الخير للخير وما تحملش حساب لأي بني آدم موجود على وش الدنيا. الأحداث اللي بتمر الأيام اللي فاتت ديت وخصوصا في شهر رمضان بيدل على إن الناس دول ما جاش عندهم رمضان بالمرة. أنا ما أعرفش إذا كان الدولة بتاعتهم فيها رمضان ولا لأ، أو إذا كان البلد اللي هم قاعدين فيها رمضان ولا لأ، وصل لهم ولا ما وصلهمش. في العادة شهر رمضان الناس بتعمل فيه كل ما هو خير، وكل ما يخطر على بالك من خير بتحاول ان هي تخلص ذنوبها من الشهور اللي فاتت، عشان الشهر دوت شهر كريم بيمحو فيه ذنوب كتير من الناس ارتكبتها في عمرها. لكن بعض الناس مصرة، ولما اقول بعض الناس مش هنقول كلهم، لان في ناس كتير مننا تعرف المحاسن بتاعت رمضان، ايه اللي المفروض نعمله وايه اللي المفروض ما نعملهوش. يعني على سبيل المثال الناس اللي بتحارب الناس في رزقها، الناس اللي بتساعد ناس تانية ان هم يحاربوا ناس في رزقهم ويتسببوا في قطع رزقهم، زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات قبل كده. اللي خلاني اعمل الفيديو دوت واكرر الكلام ده تاني، ان الناس بدال ما تساعد على نشر الخير لناس تانية ما تعرفوهمش في شهر زي دوت، هتاخد عليه حسنات مضاعفة. انا اللي شايفه ان في ناس كتير جدا كمان بيحاولوا ان هم يأذوا غيرهم حتى ولو كان في رزقهم في شهر زي ده. انت فين انت من رمضان؟ انت فينك انت من شهر الصيام؟ انت صايم بجد ولا انت بتضحك على نفسك قبل ما بتضحك على ربنا؟ انت في شهر مفروض انك انت تعمل فيه الخير، خلي عمل الخير بالنسبة لك يبقى اكتر واكتر من اي ايام انت عملت فيها خير قبل كده. انما كونك انك انت تعمل اعمال شر لانسان تاني لمجرد انك انت مختلف معاه في رأي او في فكر او في اي حاجة انت بتعملها هو مختلف معاك فيها او انت مختلف معاه فيها، يبقى انت كده بتغالط نفسك. يبقى انت كده ضيعت صيامك وضيعت كل حاجة انت بتعملها في الشهر الكريم دوت. الفلوس اللي انت بتدفعها عشان تأذي بيها ناس تانية وتقطع رزقهم، سواء كان عامل قناة او مش عامل قناة، غلقت له القناة بتاعته وكانت مصدر رزق ليه او مصدر لتحسين الرزق بتاعه، هل انت دلوقتي الفلوس دي مش ممكن انك انت تساعد بيها ناس تانية محتاجة المساعدة فعلا، محتاجة ان هي تلاقي لقمة العيش، محتاجة ان هي تلاقي مأوى، سواء كان ساكن في سكن مفيهوش مية مفيهوش كهرباء، وتساعده في حاجة زي دي؟ مش ده كله هيقع في ميزان حسناتك ويعود عليك بالخير وبيزيد من حسناتك وبيقلل من سيئاتك اللي انت بترتكبها؟ انت بمجرد التفكير انك انت تقطع خط الرزق بين عبد وبين الرب وتكون سبب فيه، انت كده بتزيد من سيئاتك وبتقلل من حسناتك. معنى ذلك انك انت بعد ما فكرت انك تأذي انسان بفلوسك، كونك انك انت انسان مادي وتملك المادة وتتحكم في بعض الاشخاص اللي مجرد ان هم يقولوا كلام على هواك او لمجرد ان هم يبرروا لك انك انت بتأذي ناس عشان اختلفت معاهم، عشان سبوك او قذفوك او اذوك نفسيا، وبتحاول انك انت تأذيهم في رزقهم، هو ده الغلط بعينه. كونك انك انت تلاقي ناس بيحاولوا ان هم يبرروا لك الغلط بتاعك بان ده صح وانت كده بتاخد حقك بقطع رزق الناس ديت عن طريق المادة بدون وجه حق، يبقى هو ده الغلط بعينه. مش ليك انت بس، ليك واللي بيشجعك
ان الكلام ده صح، ومش قادر يقولك انك انت ممكن تقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل انسان ظلمني، في كل انسان اذاني، سواء كان باللفظ او بالقول او بالفعل، وتترك حمولك على الله عز وجل. انما انت تكون السبب في قطع رزق وتصرف فلوسك على انك انت تقطع ارزاق ناس تانية. عايز اقول للناس اللي هي بتصرف ببذخ على قطع الارزاق لبعض الناس، عايز اقول ان في كل دولة في العالم فيها الغني وفيها الفقير. اعمل الخير في ابن بلدك. انت لو بصيت حواليك هتلاقي ان في من ولاد بلدك محتاجين القرش اللي انت بتصرفه على ناس تانية ما تستاهلش القرش دوت، وعلى ناس تانية بتفكر انك انت تأذيهم. عشان كده بقولك بلدك وولاد بلدك اولى بقرشك اللي انت بتصرفه على ناس تانية انت ما تعرفهم.